الكومبو ده حالة نادرة. ايه اللي يخلي تايسون يضرب لكمة طويلة بعد اللكمات القصيرة؟ زي ما انت شفتوا دلوقتي في الفيديو، هو ضرب الابر وحط الهوك بكل قوة، بعديها ضرب الكروس. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ احنا قلنا ان الملاكم لما يجي ان هو يقفل ويضرب ضربات قصيرة ما ينفعش بعديها لكمات طويله. ليه؟ لان انت معتاد دايما ان انت وانت بتقفل وبتضرب انت محاصر الملاكم يا اما على الحبال يا اما في الكورنر. طب امتى الحاله الوحيده اللي ممكن ان انا اضرب لكمه طويله لو انا عايز ما اديلوش الفرصه انه يفكر؟ هي فكره انه خد خطوه لورا. دلوقتي وانت على الحلبه بتلعب مع ملاكم في نص الحلبه، واقف قدامه وهو واقف قدامك، ورحت انت ضارب ضربات انر فايت، هو خد خطوه لورا. في اللحظه دي انت قدامك اختيارين: يا اما انك بتضغط تاني وانت مقفل عشان تقفل المسافه وتديله لكمات قصيره تاني، يا اما ان انت لو مش عاوز تديله فرصه انه يفكر اصلا وهو بيرجع بعد لكماتك القصيره بتديله اللكمات الطويله وتضغط لغايه لما تقفل المسافه تاني وترجع تاني باللكمات القصيره. ودي غالبا اللي بيشتغل عليها الملاكم القصير ضد الملاكم اللي اطول منه. يبقى احنا اساس اللكمات الانر فايت هو في الكورنرز او على الحبال، واللكمات الطويله بتدخل بيها تضغط علشان ان انت تقفل وتخطف بعديها اللكمات القصيره اللي هي منطقه قوتك. يبقى تايسون لما جه يشتغل حط الابر كات بقوه وحط الهوك، في اللحظه دي المدرب من قوه ضرباته رجع لورا، فبقى نفس حاله الملاكم اللي على الحلبه اللي ممكن يدافع ويرجع لورا. في اللحظه دي راح تايسون حاطط وراها الكروس بتاعته. انت وانت على الحلبه لازم تبقى معاك الطريقتين. لازم ان انت تتعود على انك تحاصر الخصم ومفيش وراه مجال انه يهرب، ولو جه يهرب من الجناب عشان هو محاصر في الكورنر يبقى معاك الهوكات عشان ترجعه تاني للمكان اللي انت محاصره فيه وتبدا تشتغل تاني كومبوهات الانر فايت. والحاله الثانيه هو ان انت بتفضل ان انت طول الوقت محاصره باللكمات القصيره في وسط الحلبه، واول ما يجي يرجع خطوه لورا بتكمل وراه باللكمات الطويله عشان تقفل المسافه تاني وتشتغل بلكماتك المدمره القصيره. على الحلبه انت محتاج ان انت تكون معاك كل الاوبشنز علشان تعرف تختار في جزء من الثانيه ايه القرار المناسب للحظه دي. اتمرن كتير على كل حاجه، طور مهاراتك، فكر، اشتغل على نفسك، وخليك فاكر انك بطل قصتك.